هتجيبوا تفاحة وتقطعوها مكعبات صغيرة وتحطوها في بولة، هتضيفوا عليها موزتين متقطعين مكعبات صغيرة، وكمان منجيتين متقطعين مكعبات صغيرة، واستخدموا المانجا العويسي في الوصفة دي بتبقى حلوة قوي. هنقلبهم مع بعض كويس جدا وهنضيف لهم بقى عصير مانجا. هتجيبوا منجيتين وتضربوهم بالهاند بلندر او في الخلاط من غير اي اضافات، ولا بضيف سكر ولا بضيف مية. هنزل بقى بعصير المانجا كده على الفواكه بتاعتي وهقلبهم مع بعض كويس جدا. شايفين عصير المانجا لازم يغطيهم كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوزعهم بقى، الكوبايات دي كانت عندي فاستخدمتها، استخدموا كوبايات او كاسات زي ما تحبوا، بس ما تملوش الكوبايات قوي علشان لسه هنحضر احلى كريمه هنضيفها عليهم. عندي بقى كريمه الخفق للحلويات، هاخد منها كوبايه واحده بس، ولازم تكون ساقعه جدا. هضيف عليها ظرف كريم شانتيه بتاع دريم وهضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما الكريمه تتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف لهم علبه من الزبادي اليوناني وهضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما نوصل لقوام الكريمه التحفه دي. الزبادي اليوناني بيميز الكريمه دي وطعمها بجد خطير. الاحسن ان احنا قبل ما نوزعها في الكوبايات نحطها في التلاجة شويه تمسك، بس انا بصراحه ما استنيتش ووزعتها على طول على الكوبايات بتاعتي. هتحطوا طبقه كده حلوه من الكريمه، وعلى قد ما تقدروا حاولوا تسووها كده وتخلوا شكلها حلو. وده بقى شكلها، ممكن تحطوها في التلاجة شويه قبل ما تضيفوا لها بقى الايس كريم، بس انا برضو ما استنيتش وضفت لها ايس كريم فانيليا وشويه كده من المكسرات اللي كانت عندي. تاني واحده عملتها بايس كريم الفانيليا وصوص الفستق وشويه كده من الفستق. شكلها شايفين بقى شكلها تحفه. واخر واحده بقى عملتها بقطع المانجا وعليها ايس كريم مانجا، وبرضو عشان اكسر بس اللون حطيت كده رشه بسيطه قوي من الفستق، ودي برضو شكلها كان خطير، والناس اللي بتحب المانجا هتعجبها جدا. وبس كده وبكل سهولة عملنا في البيت الاختراع اللي مكسر الدنيا بقاله فترة، مكان معروف قوي بيعمله. وطبعا انتوا شايفين قد ايه الفيديوهات طالعة عليه. انا مش هقول اسمه، هستنيكم انتوا تكتبوا لي اسمه وتقولوا لي انتوا جربتوه من المكان الاصلي اللي بيعمله ولا لا. مش قادرة بقى اوصف لكم الطعم كان تحفة. ميكس الفواكه مع عصير المانجا والكريمة كانت خطيرة كده ومميزة وخفيفة قوي، وكمان الايس كريم معاهم كان حلو جدا. اكتر واحده عجبتني اللي بصوص الفستق، لان انا بحب الفستق قوي. بس طبعا انتوا ممكن تضيفوا اي حاجه تانية، يعني ممكن تضيفوا شوكولاته او اي صوص انتوا بتحبوه. عايزين تجربوه يبقى لازم تعملوه بايديكم في البيت. اولا مكونات اكيد انتوا واثقين فيها اكتر، وكمان بقى اقتصادي، يعني المقادير كانت بسيطه وهتعمل معاكم من 7 ل 8 بولات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هستناكم تكتبوا لي اسم الاختراع ده، جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.